معاكم دي يا شباب زي ما قلنا. لو لو انت في حاجه حابب تسال عليها الاول. والنهارده تحديدا عايزك تكون مركز جدا 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 جدا. ويا ريت لو في ورقه وقلم. او هقول لك على حاجه. يعني ممكن تسيبك من ورقه وقلم عادي دلوقتي تركز في هنا. تركز في الحاجه اللي احنا هنتكلم فيها دلوقتي. بس عايزك تكون متفاعل، يعني احنا هنمشي خطوه خطوه، لان خد بالك النهارده هو عمليه اعاده للايام اللي فاتت كلها، ولكن بدخول السوق بقى. اوكي، يعني انت النهارده هتتعلم ازاي، ايه هي الخطوات واحده واحده كده. ايه هي الخطوات بتاعتك اللي انت تكون محتاجها علشان تقدر تدخل السوق. ايه، يلا بينا نبدأ. يلا بينا. فين الولد؟ اوكي يلا بينا. على بركة الله. فين؟ ايوه. طيب، خلينا نركز كده يا شباب. احنا دلوقتي اتكلمنا في اول يوم خالص على فكره التريدات اللي احنا هنبدا ناخدها، واتكلمنا على إن ازاي انت تعتمد على الولف راش فقط لوحده في عمليه دخول الصفقات، بدون حتى باقي يعني بدون الولف بوكس او الولف بريك او الولف ايديا. اتكلمنا على فكره ان انت تقدر تعتمد فقط بس على الاثنين ويف مع الانديكيتور او الولف اتاك. هنا ازاي تقدر تدخل صفقه، وزي ما احنا شايفين كده هو مجرد ما كسر هنا السوق طلع زي ما انت شايف، وبدأ يكمل معاك. بدأ يكسر ويقفل هنا تاني، بدأ يطلع معاك، بدأ يكسر ويقفل تحت السوق بتلاقيه بينزل معاك. ودي بعض الكونفرميشن البسيطة اللي احنا يمكن اتكلمنا عليها مع بعض. طيب، انا دلوقتي هبدأ اخد صفقة. انا عايز بقى النهاردة انا داخل السوق، ايه هي الخطوات بتاعتي اللي اقدر ادخل بيها السوق او بناء عليها السوق؟ رقم واحد، لازم اجي هنا على كلمة تريننج دي واضغط هنا، وتيجي هنا هو جايب لك الولف الولف فلاش البار بوينت بتاع الولف ايديا. تمام. انت طبعا حسب اللغه بتاعتك، انت عندك انجليزي وفي البولندي وفي العربي. تيجي هنا مثلا على العربي كده، اول حاجه بتبدا تسال نفسك سؤال مهم جدا: انا هشتغل على تايم فريم ايه؟ دي اهم نقطه بالنسبه لي. اوكي، ايه هو التايم اللي انت هتشتغل عليه؟ هتشتغل على الاربع ساعات ولا على الساعه ولا على النص ساعه ولا على الربع ولا الدقيقه، ولا هتشتغل عليه بالظبط؟ طيب تعالى ناخد المتوسط مثلا ما بينهم. والله انا خلاص بقيت محدد ان انا كهاني النهارده مثلا هشتغل على الربع ساعه على سبيل المثال. انا بقول حاجات امثله يا شباب، لكن كل واحد انت تشتغل على التايم اللي يعجبك. انا هشتغل مثلا على ربع ساعه، يبقى انا بقول لنفسي ان انا هحتاج ربع ساعه مع الاربع ساعات. طيب انا بعمل ايه؟ بص كده، انا بحب لو انا حاجه لسه بتعلمها اهو. لو انا حاجه مثلا لسه بتعلمها يا شباب، انا بحب ايه؟ النوت بتاعتي اروح ماسكها واروح كاتب فيها النقاط الرئيسيه بتاعتي اللي هعتمد عليها. اروح كاتب كده في النوت بتاعتي انا هشتغل على ربع ساعه، فمحتاج معاها الاربع ساعات. يبقى دي الاثنين تايم فريم اللي انا محتاجه. طيب، اجي هنا، هو هنا بيقول لي ان انا لو انا على الاطار الزمني او على التايم فريم الاصغر والكلام ده، يبقى انا محتاج اروح ادور على حاجتين فين؟ في الاربع ساعات. يبقى انا بكتب لنفسي ان انا كهاني محتاج من الاربع ساعات حاجتين فقط لا غير، مش محتاج غيرهم. ده مبدئيا احنا بنقول اهو مبدئيا، وماشيين الموضوع واحده واحده. ايه هم هاني؟ رقم واحد، انا محتاج اروح اشوف الراش ويف لونها ايه والولف اتاك لونه ايه. اوكي، ده انا محتاج اشوف. يعني لو الصفقه سيل، يبقى انا محتاج اروح اشوف الراش ويف لونها احمر والولف اتاك لونه احمر. لو الصفقه باي، محتاج اروح اشوف الولف ويف لونه ازرق والولف اتاك لونه
ازرق. واضحه دي؟ واضحه، اكتبوا لي رقم واحد. ماشيين واحده واحده، انا ماشي معاكم. التريننج النهارده ممكن يكون طويل شويه، بس انا عايزك تستحمل معايا للاخر. بس يعني نكون متفاعلين كده عشان نقدر نظبط الدنيا. جميل جدا. يبقى انا كده حددت نفسي. اجي بقى للجزئيه الثانيه. هل انا دلوقتي هاخد صفقاتي كلها، الصفقات اللي انا هدخلها، هل هي صفقه ماركت اكسكيوشن يعني تنفيذ سوق، ولا هي اوامر معلقه باي ليميت سيل ليميت باي ستوب سيل ستوب؟ لا والله، نوع الصفقات كلها هي اوامر ايه؟ اوامر ماركت اكسكيوشن على طول. يعني انا هدخل سوق دلوقتي على الوضع الحالي، باي باي ماركت او سيل باي ماركت. يبقى انا كده حددت النقاط الرئيسيه بتاعتي اللي انا محتاجها. اوكي، انا هنا كده عملت يا شباب، انا هنا بالبلدي خالص انا جهزت عده الشغل بتاعتي، كتبتها قدامي. ليه؟ لان انا واحد لسه بيجرب حاجه جديده هيشتغل عليها. قبل ما نبدا الميتنج النهارده لازم تكون واضحه لك جزئيه يا شباب. لو انت معتمد فقط على الشرح اللي انا بعمله، اعرف ان هيكون عندك ضعف تام في الاستراتيجيه. طب امال تعمل ايه؟ انا بشرح لك، بس انت لازم ترجع تسمع ايه هي السيشن بتاعت الولف بريك، ايه هي السيشن بتاعت الولف اي دي اصلا، ايه هي السيشن بتاعت ازاي تبدا في الرش في الولف رش اصلا. اوكي، مع انك كمان تكون بتحضر التدريبات اللي بيعملها الولف الدكتور محمود النجار، عشان تقدر تطور من شخصيتك في الطريقه نفسها وفي البيزنس نفسه. تمام تمام. يبقى انا حددت لنفسي ايه هي التايم فريم اللي هشتغل عليه، الربع ساعه. يبقى ادي اجيب الربع ساعه، ادي رقم واحد. طيب حلو جدا. رقم اثنين. تمام. رقم اثنين، عندي حاجه اسمها يا شباب هنا اهي، عندي حاجه اسمها الراش ويف اهي، الولف اي دي قصدي. اوكي، عندي حاجه اسمها الولف اي دي. تمام، هروح ضغط عليها. يبقى دي رقم واحد بالنسبه لي. رقم واحد جبت التايم فريم اللي هشتغل عليه الاساسي. رقم اثنين ضغطت على الولف اي دي. طيب بعد كده ابدا اعمل ايه؟ ابدا اتنقل. حلو قوي. انا وانا بتنقل بقى قابلتني صفقه. تمام جدا. الصفقه دي يا شباب على الباوند دولار، هي صفقه باي ولا سيل؟ والله دي صفقه سيل. حلو جدا. الخطوه رقم اثنين بقى، اروح لمين؟ اروح للاربع ساعات. لما رحت من الاربع ساعات انا محتاج منه حاجتين. اوكي، ركز معايا. ركز معايا عشان دي التاكيدات اللي هتعتمد عليها. انا رحت معاه. انا محتاج من الراش ويف، من الولف، من الاربع ساعات حاجتين يا شباب. ان الولف اتاك اللي هو الانديكيتور ده يكون لونه احمر. اوكي، محتاج يكون لونه احمر. ليه؟ عشان بيقول لي ان المومنتم في السوق دلوقتي هو عمليه البيع. تمام. فانا جيت ابص لقيت اللي لونه ازرق. طيب حلو جدا. يبقى انا اول شرط معايا بالنسبه لي مش موجود. طب رقم اثنين، انا بروح ادور على الولف اتاك، واحنا اتفقنا ان هي دي الولف اتاك اهي، الراش ويف قصدي، اللي هي الصافيه، اللي هي فيها ما فيهاش السمارت لاين، اللي هي دي. تمام. طيب انا رحت ابص عليها كده لقيتها لونها ايه؟ لقيت لونها احمر. طب هل بالنسبه لي دي يا شباب صفقه انا بالنسبه لي مؤكده؟ الدكتور نجار قال لك والله لو لقيت الاثنين واحد واحد لا، ادخل بنص اللوت سايز. حلو. لا، احنا هنعمل حاجه ثانيه احلى بكتير جدا واقوى شويه. ايه هي؟ احنا مش هندخل اصلا. اوكي كده. طالما شروطي كلها مش موجوده مش هدخل. اكدوا لي على الجزئيه دي يا شباب. واضحه الجزئيه دي تحديدا؟ اكدوا لي على دي تحديدا يا شباب. لو التاكيدات كلها مش اوكي مش هدخل. تمام. حلو قوي. يبقى انا بالنسبه لي الصفقه دي كده بالنسبه لي هي صفقه غير صالحه. تمام. طيب حلو جدا. رقم اثنين، تعال نقول، تعال نشوف فرصه كده، او تعال نقول الفرصه دي صالحه. تعال نقول ان الفرصه دي انا طلعت من من ربع ساعه على هنا صفقه سيل، فرحت على الاربع ساعات، فلقيت ان الصفقه برضو بتقول لي سيل. اكتب بقى الشروط ده عندك. احنا اتفقنا لو الولف اتاك والراش ويف مش نفس اللون لنفس اتجاه الصفقه اللي انا عايزها مش هاخدها. تمام. ركز بقى في الحته اللي جايه دي. لما انا جيت ادخل هنا، تعال نقول دلوقتي ان انا عندي الراش ويف والله هو لونه احمر برضه. يعني الصفقه دي كاربع ساعات مأكده معايا. اربع ساعات مأكده معايا. تمام. يعني لقيت الراش ويف لونه احمر والولف اتاك لونه احمر، ولكن انا لقيت حاجه ثانيه خالص. ايه هي؟ لقيت الشكل الوحش ده. لقيت الشكل الوحش ده. طب ده معناه هاني؟ معناه مش هدخل.
دي برضو ضيفها اللي عندك. يعني ايه الشكل ده؟ يعني لقيت عندي الشموع نفسها على الاثنين ويف مع الموفنج كمان. يعني الثلاثه بص نازلين طحن في بعض. يعني في خناقه هنا، في خناقه احنا مش عارفين مين رايح فين. اوكي. يعني لو انا دي واحده من ضمن الشروط اللي لو او واحده من ضمن الحاجات اللي لو شفتها مش هدخل، حتى لو الراش ويف مأكده والولف اتاك مأكد. بس انا لقيت الخناقه اللي حاصله دي كده انا مش هدخل. يعني لما الاقي عندي ان الشموع راكبه فوق الويفات بالموفنج والاثنين ويف كده، انا مش هدخل الماركت. دي برضو واحده من ضمن التاكيدات. احنا مع بعض واحنا ماشيين هنضيف تاكيدات مع بعض واحنا ماشيين. واضح؟ يلا بينا بسرعه جدا نكتب لي رقم واحد. بص يا شباب، اللي مش واضحه بالنسبه له قول لي عيد. ان ما تكسفش. يعني الحاجه مش واضحه معاك قول لي هنعيد. تمام. يعني الفكره احنا انت مش حاجزني بوقت، انا معاك. قول لي عيد مره واثنين وثلاثه لحد ما تفهم. ثانيه واحده. اوكي جدا. تمام. دي بقى دي تاكيد احنا شفناها واحنا ماشيين مع بعض. يلا بينا ندور على فرص ثانيه عشان نشوف في شروط ثانيه ليها ولا لا. ايه هي الشروط اللي احنا عايزين ناخد حاجات عملي يعني. عايزين ناخد حاجات عملي. دي جابها هدف من بدري. ماشي تعالى نشوف هنا. طبعا هنا ده زوج احنا مش هنشتغل عليه اصلا يا شباب مبدئيا. ده الزار مع الباوند مع الين. الزار مع الين، ولكن احنا بنتكلم في عليها كصفقه دلوقتي. الصفقه دلوقتي يا شباب هي قدامي مدياني باي. يبقى رقم واحد انا محتاج اروح على 4 ساعات. ايه ده جميل قوي الكلام ده، حلو قوي قوي. بص بقى معايا كده الشكل الحلو ده. رحت لقيت إيه يا شباب؟ رحت لقيت ان الولف اتاك هنا بالنسبه لي مأكد معايا الباي. ولقيت ان الراش ويف هي كمان مأكده معايا الباي. فيها مشكله؟ يبقى ادخل ولا ما ادخلش؟ يلا بينا كده. ايه عندي؟ مش فاهم عندي يعني ايه. اه عندي ده في ذهب وفي ناس زي كده. بس انت في خبر على الفونت دلوقتي يعني. كمان شويه. بس تقصد ايه بتسأل عليهم ايه يعني؟ تمام يا شباب حلو. يبقى انا هنا التاكيدات بتاعتي بتاعت الولف ويب ايه او الولف راش بتقول لي ادخل. لا اهدى بقى. اهدى على اللي جايه دي كده. وانت على ال4 ساعات برضه. روح لمين؟ روح للشو وولف بريك. بص ايه الجمال ده. ايه الحلاوه دي بص كده. اول ما انا رحت للولف بريك يا شباب انا اتفاجئت بمين بقى؟ اتفاجئت بالبوكس الاحمر ده. تمام. طب هاني ما هو البوكس الاحمر إيه ماله؟ لا ده انا اكتشفت ان في بوكس احمر وفوقيه بوكس اصفر. طب ده معناه ايه اصلا يا هاني؟ معناه ان البوكس الاصفر اللي انت شايفه ده بيقول لك فيك بريك اوت. يعني ده كسر كاذب. كسر بيخدع. يعني انا ما اعتمدش عليه. يعني انا الصفقه في حاجه هتردها. لذلك لو خدت بالك اللي حصل هنا السعر طلع هنا ورجع. طلع هنا ورجع هنا ورجع هنا ورجع. نزل تاني طلع بص كده حاول يكسر ما قدرش رجع. هنا حاول يكسر بديل الشمعه ودي شمعه 4 ساعات. اوكي قفل فيها وراح ساحب السيوله وراح نازل تاني. ايه اللي حصل؟ الشمعه على فكره الشمعه دي هابطه. يعني حتى الشمعه اللي هنا انت شايفها دي هابطه يا شباب. مش شمعه صعود اهي شايف. يعني الشمعة دي شمعة هبوط مش شمعة زرع. يعني في ارتداد عمال بيحصل فين؟ في الماركت. هنا انا بقول لنفسي لا. انا انتظر لما يحصل ايه؟ لما يحصل اغلاق. طب يحصل الاغلاق ازاي؟ بروح اعمل الحركة الاتية. بروح انا كهني كده. راح راسم بوكس حلو جميل كده على مين؟ على المنطقة دي على ال4 ساعات وبعد كده اروح نازل على الربع ساعة. تمام؟ ايه ده؟ ايه ده انا اصلا كمان لما جيت ارجع للربع ساعه لقيت نفسي عامل ازاي؟ لقيت نفسي اصلا واقف ما بين منطقه ايه سبورت وايه وريزيستنس ما بين دعم وبين مقاومه اصلا. بص كده السعر اللي بيحصل طلع كسر نزل البوكس رجعه هنا. بص كده عمال يكسر يكسر عمال في المنطقه دي محتار. هو مش قادر لا قادر يروح يمين ولا شمال. اذا دي كده بالنسبه لي برضو تري ده مش اوكي خالص. حتى بص كده البوكس اللي احنا رسمناه السعر فين؟ قافل تحت. احنا بناخد تاكيدات واحنا ماشيين واحده واحده اهو.
واضحه دي كده معاك؟ هارون، انا ما فهمتش انت تقصد ايه على عندي ناسداك او ده. تقصد نشوفه يعني؟ نشوفه كتريد يعني؟ او ناخد عليه مثال. طيب حلو قوي. خد بالك، انا مش بديلك الشروط كلها مره واحده دلوقتي، انا بتنقل ما بين كل زوج والتاني عشان نشوف كل واحد ليه الشروط، يعني يكون في حاجه من الشروط المؤكده اللي انا عايزها يكون موجوده. طيب حلو تمام. هنا انا عندي صفقه على اليورو كات. عندي صفقه على اليورو كندي. اليورو كندي اول حاجه رقم واحد، رقم اتنين قصدي هروح للتايم فريم الاعلى. حلو جدا. رحت للتايم فريم الاعلى يا شباب. لما رحت هنا للتايم فريم الاعلى اتفاجئت بان عندي الراش ويف هي لونها ازرق وعندي الولف اتاك لونه ازرق. حلو جدا. طب هنا بيأكد معايا ايه؟ بيأكد معايا النصاع. نعمل ايه؟ نعمل رقم الخطوه اللي بعدها عشان نزود شويه التأكيدات معايا. اعمل ايه بقى؟ حطيت الولف بريك. طيب ايه اللي يحصل؟ لا، ده الولف بريك هو بيقول لي ده انت خد بالك انت في منطقه اصلا مقاومه اللي احنا اتكلمنا عليها في السيشن بتاعت اول امبارح، الولف بريك صح؟ ده انت لا استنى بس، ده انت في سيشن، انت في مكان مقاومه دلوقتي. طب ايه اللي حصل؟ بص كده السعر راح ورجع. ده مش كده وبس، حاول يعمل البريك اوت ما قدرش، راح راجع. بص عمال يرجع. خد بالك بقى في حاجه. انت متخيل دي شمعة 4 ساعات؟ يعني ده واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية. يعني أنت بتتكلم في يوم ونص هو واقف في المنطقة دي أصلا. يعني أنت بتتكلم في يوم ونص كاملين أنت واقف في المنطقة. يعني لو أنت دخلت على الصفقة دي أصلا في الباي بتاعتها على ربع ساعة كان زمانك أنت معمول عليك كماشة كده لمدة يوم، يوم ونص كامل. أنت محتار مش عارف تعمل إيه. عندك حوالي 32 ساعة، أكتر من يوم ونص كمان. انت عندك 32 ساعه قاعد في الماركت مش عارف تعمل ايه. السعر عمال يا دوب بيطلع شويه ينزل شويه، يطلع شويه ينزل شويه، يطلع شويه ينزل شويه. طيب انت ما دخلتش الصفقه ليه من الاول؟ عشان عندك وولف راش، والولف راش فيها الولف بريك. انا بصيت عليها لقيت نفسي لا ده انا كده اصلا، ده انا في منطقه مقتول فيها. يبقى انا اصلا منتظر يعمل لي ايه بقى؟ منتظر يطلع لي من البوكس ده كده. اروح خافي ده كده منتظر يطلع لي من البوكس. بص كده. بص بقى ادي اللي احنا كنا بنتكلم فيها يا شباب. شوف انت داخل فين. انت داخل البوكس اصلا. يعني الصفقه بتاعتك صفقه الباي كانت ابتدت معاك من الشمعه دي. تمام، من الشمعه دي فضل السعر. بص كده، انت لمده يوم يوم واكتر، تقريبا يومين الا تلت انت واقف في المكان ده. تخيل لو انت داخل صفقه قاعد فيها مجرد يومين انت مش عارف نفسك كسبان ولا خسران. اوكي طيب ايه اللي رحمك؟ عندك وولف بريك. واضحه دي كده؟ اللي مش واضحه له يقول لي عيد يا شباب. زي ما قلت لك اللي مش واضح اقول لعيب. كده كده السيشن مسجله يعني. شباب الباقي الناس اللي معانا ولا مع الناس تانيين؟ اوكي. يلا بينا نشوف تأكيدات تاني. عايزين شوية تعقيدات كده. حلو تعالى نشوف هنا. طيب يبقى رقم واحد انا ظهر لي تريدا سيل. جميل. اروح لمين؟ لل4 ساعات. انا اتفاجئت مفاجأة غريبة ان اصلا انا عندي على ال4 ساعات سيل. انا اتفاجئت ان في سيل يا شباب. انت متخيل القوه عامله ازاي؟ ايه رايكم في الصفقه دي بجد؟ انت متخيل على ال4 ساعات اصلا هي سيل؟ يعني هي انا محتاج ابيع اصلا يعني. تخيل انت القوه. ايه رايكم في الصفقه دي يا شباب؟ هي دي بقى الحاجات اللي احنا بنتكلم عليها. ان انت عندك في صفقه فيها قوه كبيره جدا تقدر تدخل. ايه رايكم يا شباب في الصفقه دي بسرعه كده؟ حد بيقول يعني ابيع بقلب جامد. ماشي، مين تاني؟ انتوا انا بس عشان ابقى عارف ان انتوا معايا ولا لا. قويه جدا. حلو. تمام جدا جدا جدا. طيب ابيع. حلو قوي الكلام ده. كله كلامكم جميل جدا 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 بس غلط. ليه بقى؟ تعال نشوف ليه. بص يا سيدي، ركز بقى معايا. هو احنا اتكلمنا ان الموفنج ده بيعمل ايه؟ انت متخيل ان السعر طول ما هو على الموفنج هنا اصلا انت في كونسوليديشن عامله ازاي على 4 ساعات؟ طب انت متخيل ان مجرد ما كسر قفل فوق هو صعد عامل ازاي؟
طب انت متخيل هنا ان السعر نزل ما قدرش رجع، نزل ما قدرش رجع، نزل ما قدرش رجع، نزل ما قدرش رجع، ما قدرش رجع، رجع 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 رجع. ايه ده؟ راح نازل هنا اخترق شويه، راح نازل تاني، ايه هتحول لمين؟ ده معناها ان الموفنج ده يمثلك زي منطقه دعم ومقاومه. معناها ان السعر لما اخترقه هنا نزل كمل شويه، طلع يختبره تاني ما قدرش نزل، ما قدرش نزل، يعني بعد ما كان مقاومه اتحول دلوقتي لدعم. لما طلع السعر اخترق تاني فوقه، ايه اللي حصل؟ حول من مقاومه، من دعم لمين؟ لمقاومه. السعر طلع 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 طلع، حاول ينزل هنا رجع قبله، حاول بص ينزل هنا مفيش، حاول قدر ينزل هنا برضه السعر رجعه، حول هنا عند نقطة السل بتاعتي. ايه اللي حصل؟ ده ما اغلقش تحت، ما اغلقش تحته. اذا هو ما زال ان الخط ده بيمثل لي عملية مين؟ عملية مقاومة، يبقى انا مش هدخل. دي رقم واحد، لان احنا عندنا مثالين هنا، خد بالك. دي رقم واحد. واضح المثال ده كده؟ بالظبط يا خالد. واضح المثال ده يا شباب؟ يبقى انا لما الاقي ان الشموع كده الصفقة عندي حتى على الاربع ساعات، يعني احنا على اربع ساعات دلوقتي، هل ادخل؟ لا. حلو جدا الكلام ده، جميل قوي. تعال نشوف بقى حاجة تانية كده. يبقى أنا عندي إيه بقى يا شباب؟ عندي جزئين. عندي هنا لو أنا هتعامل على السريدة دي، لا أنا هستنى الاختراق بتاعها. طب الاختراق على إيه؟ مش شرط إنه حتى يخترق على الساعة الأربع ساعات، أنا ممكن أنتظر يخترق على الربع ساعة أو على الساعة عادي جدا، أروح حاطط لاين عنده كده وأروح أرجع للربع ساعة تاني. بص كده، بص، نزل هنا، رجع تاني اختبر، طبعا ما كملش النزول بتاعه. إيه اللي حصل؟ الشمعة السوداء دي ايه ده؟ وايه الشمعة السوداء دي؟ الشمعة السوداء دي بتقول لك ان في احتمالية لتغيير الماركت، تغيير الاتجاه يعني بالنسبة لك. السعر ايه؟ صعد بالنسبة لك. طيب ليه انا هنا في المثال اللي فات ده مش هتعامل على الخط اصلا؟ يعني انا في المثال ده مش هتعامل اصلا على الخط. تعال نشوف ليه وازاي. بص كده يا سيدي. ده احنا تصدق احنا اصلا ما ظهرناش الولف بريك. يعني احنا، انت متخيل ان احنا اتكلمنا بس على التاكيده بتاعه الموفينج، هو رجعنا اصلا. طب بص كده على راي خالد، انا ما خدتش بالي من كلامه. بص كده ايه اللي حصل يا شباب. هو اصلا قال لك ان في بريك، في فيك بريك اوت. يعني المفروض ان انا هرسم بوكس هنا كده، واعمل ايه؟ وانتظر اغلاق تحته وبعد كده انزل في البيع. طيب ما تيجي نزود للحته دي بقى حته ثالثه قويه بتاكد القوه. ده معناها الزوج ده لو كسر معايا تحت المنطقه دي، بقى انا هبيعه ومش هبيع بس، لا ده انا هسيبه يمشي براحته، انا مكمل معاه. ايه هي الحته دي؟ تعالى نخفي كل الكلام تاني ونشوف هي ايه. بص يا سيدي كده، عايزين نعمل ايه؟ اهو، بص كده. شايفين المنطقه الرمادي دي؟ شايفين المنطقه دي؟ دي كده ودي كده، دي ودي يا شباب. دي منطقة اسمها ريجكشن بوكس. دي منطقة ارتدادية، السعر بيرتد عندها. يعني انت اصلا لو انت في طريقة انت تقدر تتداول على الولف رش بالبوكس ده فقط لا غير، لو حابب يعني. يعني بالبوكس ده تقدر على فكرة. ازاي بقى؟ بص يا سيدي كده، انا هنا بنتظر اللي يحصل ايه؟ بنتظر ان يحصل لي اغلاق تحت البوكس ده. تمام؟ طيب حصل الاغلاق، بنتظر الريتست. تمام. طيب انا في السل دلوقتي، انا بقول لنفسي دلوقتي لو حصل اغلاق تحت انا في مين؟ في السل بتاعي. طيب حلو جدا. طب هنا حصل الاغلاق، جميل، هل ادخل؟ لا. انتظر شمعه ثانيه تقفل تعمل ريتست. طب شمعه ثانيه قفلت هاني، عملت الريتست وقفلت. طيب لون الشمعه اللي قفلت لونها ايه بقى؟ لونها ازرق ولا لونها احمر؟ لا لونها ازرق يا هاني. لا يبقى لسه ما اعتمدش. طب اعمل ايه؟ استنى اغلاق شمعه لونها احمر في حاله السل عشان انزل مع السوق. اوكي. يبقى انا في الاساس اصلا يعني حتى من غير الولف بريك كده، لو انت ظهرته كده حتى من غير الولف بريك، مجرد ما لما شفت الجري بوكس ده او البوكس الرمادي ده، هتروح راسم برضو بوكس عليه كده وتروح راجع للاربع ساعات
وتنتظر مين؟ ان هو يكسر المكان بتاعك لتحت. يعني انت اصلا منتظر يعمل ايه؟ يعمل عمليه اغلاق وكسر فين؟ تحت المنطقه دي بالنسبه لك. وهنا تقدر انك انت تدخل التريده ليه؟ لان هو هيدي لك في قوه في عمليه الاتجاه بتاعتك، وانك انت تنزل مع التريده. واضحه ده يا شباب؟ المثال ده كان هو حلو وجميل لانه هو كان فيه اكتر من طريقه. واضح كده؟ بالظبط. استناه يكسر، يعني استناه يكسر الاي ام اي. طب شباب باقي الناس اللي معانا انتوا فاهميني ولا لا؟ اصل هم اتنين تلاته اللي بيردوا وبتاع فانا مش عارف الناس اللي معانا انتوا فاهميني ولا لا. ولو مش فاهم ما تقول لي. لو كسر فوق المنطقه الرمادي دي يا خالد بقى، انا هستنى تاكيد، هستنى تنزل لي تريدا باي واخد معايا. لان انا خد بالك يا شباب، ركز معايا، وده اللي احنا اتكلمنا عليه في اول مره. انا بتداول باستراتيجيه اسمها الولف ايدي. انا ما بتداولش باستراتيجيه تانيه، ركز معايا لان خد بالك. الولف بوكس استراتيجيه، الولف ايديا استراتيجيه، الولف بريك استراتيجيه، البوكس الجري بوكس استراتيجيه، اوكي. الولف اتاك اصلا هو برضه استراتيجيه تقدر تعتمد عليها مره تانيه، وبقى نتكلم على الانديكيتور اللي تحت ده فقط لا غير كده. ان الانديكيتور ده اصلا تقدر تاخد من خلاله صفقات، بس ده مش كلامنا. انا بتداول كهاني النهارده باستراتيجيه اسمها الولف ايديا. هي دي الاستراتيجيه بتاعتي. طب ايه ده هاني؟ امال انت دخلتنا في قصه طويله ليه؟ لا يا حبيبي، انا مش دخلتك في قصه طويله. انا خليت الباقيين بيخدموا استراتيجيتك عشان تطلع بصفقه قويه جدا. اوكي. طيب تعال نشوف حاجه تاني. حلو. انا دلوقتي على الاربع ساعات، على الربع ساعه، عندي تريد اساسي اروح للاربع ساعات. خد بالك انا بكلمك، انا لما باجي تريد انا بعمل كده. انا بقعد اتكلم في نفسي كده. التريده بتاعتي سيل. حلو جدا. طيب لما جيت اخد التريده السيل بتاعتي، بدات ادور على مين؟ على الراش ويف هنا. تمام كده. لقيتها اصلا لونها ازرق لسه ما تحولش لاحمر، والولف اتاك هنا بالنسبه لي طبيعي هجري على الماركت على طول، هقول دي اصلا مش بتاعتي. ده رقم واحد. بس تعالى نشوف يمكن يكون فيها تاكيدات زياده بالنسبه لنا. تمام. طيب هنا بقى احنا اتفقنا ان انا من الاساس لما حصل الكروس بالنسبه للويف اللي فيها السمارت لاين دي للويف دي يا شباب، ايه اللي حصل هنا بقى؟ انا هنا عمليه الشراء عندي هي التريده كانت سيل صح؟ اه كانت سيل، حلو جدا. بص كده بقى، التريده دي بالنسبه لي كهاني انا ناقصني فيها حاجه واحده. يعني انا كهاني النهارده عشان ادخل التريده دي ناقصني حاجه واحده، ايه هي؟ ان الراش ويف هنا يكون لونها احمر بس. طب في تاكيده تانيه ليه هاني النهارده ممكن تاخدها؟ يعني ليه انت النهارده لو صفقه زي دي انت كان اصلا تقدر انك انت او انت ممكن تاخدها او ممكن لا. تعال نقول اللي ممكن ليه ناخدها وممكن لا ليه. بص يا سيدي، هي التريده في الاساس سله يا شباب. يعني التريده في الاساس اصلا بيع. تعال نشوف كده. بص يا سيدي، رقم واحد انا ليه كنت هاخدها لو راشويف هنا؟ لان انا عندي التاكيدات كلها اوكي، وعندي اصلا هو ارتد خلاص من البوكس ورجع منه وطلع من البوكس ورجع. بس كده لا، عندي كمان البلاك دوت. النقاط السوداء دي طالما شفتها فوق اعرف ان الماركت متجه لتحت. دي واحده من ضمن التاكيدات. يعني لو انا داخل سيل، يعني لو انا داخل سيل، يعني تعالى نقول ان انا داخل باي من هنا ولقيت النقاط دي، لا انا مش هدخل. تمام. طب تمام هاني دخلت السيل. تعالى نقول بقى، تعالى نخفي ده كده خالص الولف ايدا على الاربع ساعات. طب انا دخلت السله يا شباب على الربع ساعه، على الربع ساعه هي مدياني سله. الهدف بتاعي هو مديني الهدف على سبيل المثال الاول هنا. ركز بقى في الحته دي عشان دي مهمه جدا. مديني الهدف الاول بتاعي هنا. فانت عادي جدا هتحط الاسلوب بتاعك مثلا هنا والهدف هنا صح؟ اه لا انا كهاني لا مش هعمل ده. طب امال هتعمل ايه؟ انا الهدف الاول بتاعي هيكون هنا، هو الموفنج ده. ولو في الخط الازرق اللي واضح ده كده اللي انت شايفه ده، هيكون هو ده الهدف بتاعي، ده التيك بروفيت بتاعي التي بي 1 بتاعي. طب التي بي 2 فين هاني؟ هحطه عند اللاين الاخضر اللي ظهر ده هنا. ليه؟ لان السعر زي ما اتفقنا طلع هو ممكن يوصل للموفنج ويبدا يرتد تاني، يبقى دي الحاجه او الحاله اللي تقول ان اقدر اخد عمليه البيع. واضحه دي؟
الشير مش شغال. هنتكلم فيها دي يا استاذ دلوقتي. شغال شغال يا حسين. حسيني شغال. شير شغال. طيب، يبقى ده احنا كده اتفقنا ان ليه انا اخد التريده دي كسل يا شباب، كسل. ايوه بس في نقطه بقى، على ركز بقى معايا. بص يا شباب، السيشن انا عارف ان هي تقيله النهارده شويه، بس خد بالك هي تقيله على اللي اول مره هيكون حاضر النهارده، لكن اللي حضر الايام اللي فاتت لا، هي مش هتكون تقيله معايا. بص يا شباب كده، احنا اتفقنا ان انت عندك دلوقتي ان الماركت مثلا بيطلع موجه دفاعيه كده، وبعد كده يبدا يصح، وبعد كده يبدا ينطلق يطلع ويريح شويه، ويبدا ينزل هنا شويه، وبعد كده يبدا يطلع لفوق معاك. تمام. الماركت هنا بيعمل ايه يا شباب؟ الماركت هنا بيروح عامل لك حاجه مهمه جدا. تعال نشوف. بص كده، الماركت بيروح عامل لك هنا قمه. تمام. وهنا قمه اعلى، وهنا قمه اعلى، وعمل لك قاع هنا، قاع، وهنا قاع اعلى، وهنا قاع اعلى. لما انت بتبدا كشخص النهارده تبدا تشوف الحركه السعريه بالمنظر ده، انت واحد بتقول لنفسك دلوقتي انا في عمليه الباي، خلاص الترند بتاعي اصلا هو الترند ايه؟ ترند صاعد. نرجع بقى لمفهوم السيشن دي، هي ايه مفهوم السيشن ده عشان افهمها صح جدا؟ ارجع للسيشن بتاعت احمد حسين اللي شرحها من يومين، اللي كان يوم الاثنين، اللي اتكلم فيها على القمه والقاع، وازاي اعرف الكسر الحقيقي او الماركت ستراكشر بتاعي، السوق بتاعي عامل ايه، سواء في البوست او التشوك بتاعي، عشان اعرف الحركه بتاعت اللي جايه هي عامله ازاي. ايه اللي حصل؟ لما بدأ السعر يتحرك بالمنظر ده، عمال يتحرك، فانا عادي الدنيا تمام بالنسبه لي، والدنيا بيس جدا، وانا عندي والله الترند زي ما انت شايف كده هو عامل ايه؟ اه والله الترند دلوقتي هو عامل صعود دلوقتي معايا. تمام. طيب تمام جدا. طيب مره واحده يا شباب، انا هنا كده الماركت بالنسبه لي ما فيهوش اي مشكله. في حد بعد حاجه؟ معنى كده ان ممكن اعدل على التريد على حسب الانفورميشن. اه بالظبط. بس مش شغال عندي. حضرتك اللي ظاهر حتى في القائمه ظاهر علامه الصوت. بص كده يا حسين، لو انا بس اللي ظاهر، هتلاقي انت لو اللي شغال من تليفون، وهتلاقيك ضغطت على الصوره بتاعتي، فهو بيروح ظاهر لك صورتي وينزل صوره الشارت الثانيه، الصوره اللي ظاهره الثانيه اضغط عليها هترجع لك تظهر تاني. طيب مره واحده بقى يا شباب، حصل عندي ايه بقى؟ حصل عندي راح السعر جاي فين هنا؟ راح جاي كده، راح السعر جاي في المنطقه دي هنا. لما السعر جه هنا يا شباب، ايه اللي حصل؟ بدأ يعمل لي كسر المين بقى؟ كسر ايه؟ القاع هنا. وده اللي كان في شرح القمه والقاع، اللي بيحصل عنده شك او في احتماليه لتغيير اتجاه السعر او الترند من صاعد لهابط، او العكس لو هابط لصاعد. تمام. لما حصل عندي الكسر هنا يا شباب، فبدأ هنا يعمل ايه؟ بدأ يكون لي قاع. بص بقى هنا بدأ يكون لي ايه؟ بدأ يكون لي قاع، بس قاع اقل من ايه؟ من السابق. اذا ان في قصه هنا في عمليه البيع. يبقى انا لما اجي ابص للتريده دي هنا، بص كده، هو مديني بيع على ربع ساعه زي ما اتفقنا، وعندي تاكيدات لكل حاجه بتقول بيع اصلا، صح؟ بس انا جيت ابص كده يا شباب، لقيت ان عندي الماركت عامل ازاي. بص كده اهو، الماركت عمل ايه؟ عمل الهاي اللي هنا، اللي هو الهاي اللي هنا، وعمل الهاير هاي اللي هنا. طيب ايه اللي حصل هنا كده بقى؟ في عندي هنا الهاير لو، يعني هنا في عندي منطقه مقاومه، اوكي، منطقه دعم قصدي. طيب ده معناها ايه؟ معناها ان الماركت يا شباب احتماليه ان هو يقدر يعمل ايه بقى؟ ان الماركت فيه احتماليه انه يقدر ينزل من المكان ده كده 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 كده، ويعمل قاع هنا جديد، ويرجع يكمل ويطلع يعمل لي قمه تانيه جديده. تمام. اذا ايه اللي حصل؟ ان انا عندي دلوقتي، ايه ده؟ هو حد ضغط على ولا عمل ريفرش لوحده؟ احنا كنا على زاوية طب يا شباب، ولا الماوس التاني انا ضغطت عليه؟ لا، احنا كنا على زاوية ايه؟ كان ده يورو كندي. اه اهو.
هو ايه اللي حصل ده؟ اه ده الاربع ساعات تمام. اوكي يا شباب، يبقى ايه اللي حصل عندي دلوقتي؟ ان انا عندي دلوقتي في قاع عندي مثلا هنا، القاع اهو. بص، يبقى انا محتاج مني ان السعر يكسر القاع ده علشان اقول فعليا ان السعر بدأ يغير الهيكليه بتاعته معايا. دي واحده من ضمن التاكيدات برضو اللي اقدر اعتمد عليها. خد بالك انت لما ترجع للمحاضرات اللي فاتت مع الشرح الوافي بقى بتاع دكتور نجار للموضوع ده، هتبقى فاهم الموضوع جدا. ودي الحاله او الحركه اللي حصلت هنا زي ما انت شايف كده. بص كده، السعر طالع نزل، عمل البول باك، طلع عمل بول باك، طلع هنا، راح كاسر الهيكليه بتاعتي. اذا انه الاحتماليه الجايه اللي هتحصل ايه للسعر يا شباب؟ دي الاحتماليه اللي هتحصل للسعر، انه يطلع هنا كده ويروح عامل ايه؟ ويروح نازل تاني، ويروح طالع شويه ويبدا ينزل. وده اللي بيحصل معاك في السوق، صح؟ ان السعر بيبدا ينزل بالمنظر ده كده. تمام. طيب انت لما بتكون شغال لوحدك احيانا بتبقى داخل عكس الترند بقى، وما انتش عارف انت داخل صح ولا داخل غلط. مع الولف بريك دلوقتي انت بقيت عارف يعني امتى فعليا الدخول الصحيح بالنسبه لي. واضحه دي كده معاك؟ حلو جدا. تعالى نشوف اللي بعده. يبقى احنا في اللي فاتت اتكلمنا على احتماليه الصفقه القويه والضعيفه، يعني امتى المفروض كنت تاخدها وامتى لا. طيب حلو قوي. هنا انا عندي صفقه على اليورو باوند، صفقه باي. اروح الاربع ساعات، لقيت كل حاجه بالنسبه لي مدياني الكونفirmation ان هو باي. طب ايه هي الكونفirmation هنا اللي مديالك باي؟ تعالى نعدها مع بعض. رقم واحد اللي هو الفتاك ازرق. رقم اثنين الراش ويف ازرق. رقم ثلاثه البلاك دوت هنا هي تحت اصلا، يعني البلاك دوت تحت. تمام. يبقى هو برضه بيأكد معايا ان هو صعود. رقم ثلاثة، زود التأكيدة دي معاك، ان الشموع هنا فوق الويف اللي فيها السمارت لاين. يعني طول ما الشموع اصلا، ودي هنتكلم فيها في اداره راس المال ازاي تكمل مع التريده، هتكون بسبب الويف دي. يبقى انت هنا رقم ثلاثة هنضيفها دلوقتي يا شباب، ان الشموع طول ما هي قافله فوق السمارت لاين، الويف اللي فيها السمارت لاين اللي هي الولف ويف، اذا انا مكمل فيه. او راش ويف معناها ان انا مكمل في الصفقه، او معناها ان هي بتديني قوه في الاتجاه. طيب بعد كده ابدا اروح ظاهر الولف بريك. حلو قوي. لما ظهرت الولف بريك هنا يا شباب بدا يظهر لي البوكس بتاعي ده. تمام. يبقى انا بعمل ايه؟ زي ما اتفقنا، انا منتظر ان السعر يطلع لي من البوكس ده خالص، وبعد كده اقدر اخد الصفقه بتاعتي. انا عايز اشوف صفقه اللي هي التاكيدات بتاعتها تكون عاليه، اللي هي الصفقه البريمو بقى. الصفقه البريمو. تعال نشوف الباوندين. نروح الاربع ساعات. هي كانت ايه سيل؟ باي. حلو. ماشي. رحت الاربع ساعات، اصلا برضو لقيته هو مديني باي على الاربع ساعات. فبشوف الولف اتاك هنا. الولف اتاك طبعا هو رمادي دلوقتي، معناه ما فيش سيوله في الماركت بس. تمام. بس اهم حاجه ان هو طالما بدات يطلع فوق كده هتلاقيه مديلك بعد كده بشويه، بس عشان ما فيش سيوله دلوقتي هديلك لون ازرق عادي. رقم اثنين، انا ببص على الراش ويف اللي في المكان ده يا شباب. لقيت الراش ويف اصلا لونها ازرق، ده مأكد معايا. رقم ثلاثه، لقيت بلاك دوت عندي تحت، فده مأكد معايا ان هو صاعد. اروح للولف بريك. طيب حلو قوي الكلام ده. بص بقى يا سيدي، لما جيت لقيت الصفقه بالشكل ده كده، لقيتها بالمنظر ده كده يا شباب، فانا عندي هنا البوكس ده في احتماليه انه يرتد منه. هي دلوقتي دي تريده كلير بالنسبه لي، تريده حلوه جدا اقدر اقولها عادي. بس هعمل ايه انا بقى؟ اروح اعمل كده. بص كده، اروح حاطط لاين هنا كده، ولاين هنا كده مثلا. وهقول لك ليه دلوقتي. يعني دي صفقه دلوقتي لو السوق تمام بالنسبه لي، انا كنت لو احنا بالنهار اخدها عادي. بس ايه ايه الخطين اللي انا حطيتهم دول؟ ارجع بقى كل حاجه بالنسبه لي دلوقتي اوكي، ما فيهاش اي مشكله، ارجع للربع ساعه بقى. بص كده، شايف الخطين اللي انا حطيتهم؟
الخطين اللي انا حطيتهم يا شباب، لو الهدف الاول بالنسبه لي كده فده عادي خلاص انا خدته وامنت. طب نفترض الهدف الاول للتري ده كان فوق هنا، لا مش هتعامل عليه. انا هتعامل ان كان الهدف الاول بتاعي هو اللاين ده. واضحه دي عشان المثال بس يا شباب. هرد عليك يا استاذ خالد دلوقتي. يعني لو انا قلت ان الهدف الاول ده مكانه مش هنا اصلا، مكانه فوق، يعني تعال نقول ان الهدف الاول مكانه الحقيقي مكان الهدف الثاني، مش هتعامل عليه، انا هتعامل على اللاين ده. ليه؟ لان ده بوكس الريجكشن بتاع الاربع ساعات اصلا، منطقه السبورت بتاع الاربع ساعات ان هو ممكن يرتد منه، وانا هاخد الهدف الثاني فين؟ هيكون عند نهايه البوكس. طب ليه عند نهايه البوكس؟ ركز معايا كده. طلع السعر ما قدرش يطلع فوق، طلع قفل يا دوب على وعمل بوكس ونزل. طلع تاني ما قدرش نزل، فضل ماشي ايه كونسوليديشن جوه البوكس، مش قادر يكسر البوكس. فبالنسبه لي انا تريده زي دي يا شباب انا هاخدها فقط على ان ده الهدف الثاني. طب الهدف الثالث بقى، ركز بقى معايا. اسالك سؤال. فوق البوكس ده، تعالى نخفي ده كده اهو. فوق البوكس ده يا شباب في اي حاجه مقابلاه؟ في اي حاجه مقابله السعر؟ بص كده معايا. في اي حاجه مقابله السعر بعد لو كسر فوق البوكس ده؟ في اي حاجه مقابلاه؟ حاجه ترجعه؟ لا ده بيكون ما فيش سيوله في الماركت بس. حلو قوي يا شباب. لو انا داخل التريده دي بقى ثلاث مرات بقى زي ما هي. طبعا طبيعي اول ما بنقول الهدف الاول احنا بنامن وكده، والهدف الثاني اول ما بيحصل ببدا احرك الاسطول بتاعي شويه عشان احجز ارباح. بس عارفين يا شباب تريده زي كده مجرد ما يطلع السعر ويكسر هنا، يطلع كده ويقفل فوق وما يكونش في اي حاجه مقابلاه في وشه، انا عايز اقول لك ان انا احط الهدف بتاعي الهدف ده اصلا. يعني الهدف ده اللي هو كام؟ اللي هو انت بتتكلم في تقريبا حوالي 300 بيبس. انت متخيل؟ ليه؟ عشان ما فيش اي حاجه في وش السعر اللي مرجعاه، ما فيش اي حاجه بتقول لي ارجع. اوكي. دي بقى الصفقه اللي بتبقى فعليا الصفقه القويه اللي بجد، هي دي قوه الصفقه يا شباب اللي احنا بنتكلم عليها. اللي انت في صفقه انت ممكن تاخدها تجيب لك هدف الاسبوع كله وانت مرتاح. ليه؟ انه طالما كسر وعمل اغلاقه فوق هنا وانت انت كده كده داخل التريده من بدري، كمل معاك. خلاص انت في عمليه صعود محترمه جدا 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 جدا. لو واضحه معاك اكتب لي رقم 3. انا عايز ارجع لكم كده. شايف انتوا معايا ولا الحاجات اللي فاتت حسيتوا ان احنا بنتكلم في الرسميات كده؟ ايه هادي عامل ايه؟ وحش. انتوا معانا شباب ولا حاسس ان احنا بنتكلم في الالغوريتميات مش فاهمين؟ طب في حاجه مش واضحه؟ يعني انت في حاجه في الحاجات اللي احنا اتكلمنا فيها انت حاسس ان هي مش واضحه؟ يعني اسال ما تتكسفش. أنا مش عايزك تتكسف خالص. حد بيقول اريد اسالك، اسالني يا سيدي. اسامه معاك يا اسامه، اسالني، عايز تسالني عليه. اكتب لي السؤال يا اسامه وانا هجاوبك عليه. الفروتيكان اه. حبيبي يا استاذ خالد. طيب يلا نكمل. يلا بينا نكمل. يبقى دي الصفقه اللي احنا قلنا عليها القويه. تعال نشوف مثلا، تعال نشوف الاندكسين. حلو قوي. انا دخلت على ربع ساعه، لقيت عندي تريد على الربع ساعه بتقول لي سيل. اول حاجه هروح على الاربع ساعات، ادور على الراش ويف. انا عندي الراش الولف اتاك احمر، لكن الراش ويف بالنسبه لي لسه ازرق، فبالنسبه لي الصفقه دي لسه مش اوكي. طيب السؤال المهم، تعال نقول دلوقتي ان انا دخلت اصلا. ايه ده؟ لا حسين، حكم في الجهاز عندي ليه طيب؟
طيب تعالى نقول دلوقتي يا شباب ان انا دخلت لقيت ان الراش ويف دلوقتي اوكي لونها احمر. تمام. والولف اتاك احمر، ينفع ادخل الصفقه؟ اه ولا لا؟ ولو ينفع ينفع ليه، ولو لا لا ليه؟ سريعا بقى عشان ايه تختبر معلوماتك انت يعني. لو صفقه زي دي هي مؤكده معايا للبيع، حلو، هادي قال لك ينفع. طب ليه هادي؟ انا عايز اللي يقول لي بيع تنفع ليه، ولو وما تنفعش ما تنفعش ليه. مم. يلا يا شباب، ماشي ايدك على الكيبورد كده. لا لا ليه؟ ما انا عايز اعرف لا ليه. قال هادي قال لك لان القاع السابق بعيد، ماشي. الويف ازرق، ماشي. بيبو قال لك ما تنفعش، ليه ما تنفعش يا بيبو؟ انا عايز اعرف ليه. برافو يا بيبو، صح جدا. ان برضه الصفقه دي لو راش ويف مش هدخلها. لا مش دي. برافو بيبو، بيبو اللي جاوبها صح. ايه هي بقى؟ احنا اتفقنا ان طول ما لو انا داخل سيل بس انا عندي البلاك دوت دي مقابله السعر، فانا بالنسبه لي مش هدخل يا شباب. ده احنا اتفقنا، وانا بشتغل على الويلف ويف قصدي على السكانر. اوكي، الولف رش لوحده من غير اي ولف، من غير ولف ايديا ولا بريك ولا بوكس. احنا بنتعامل اصلا ان البلاك دوت هي ستوب لوس. اذا ان هنا دي اللي بترجع السعر، دي مناطق مقاومه او دعم فيها عمال السعر عمال بيرجع. يبقى لو انا حتى عندي التاكيدات بالنسبه لي اوكي، ايه اللي بيحصل؟ عندي النقط السوداء دي مقابلاني، انا مش هدخل السوق. وضحت كده؟ بالظبط يا هادي. ايوه يا عصام. هي لا، هنا مش دي يا خالد، ديت علشان البلاك دوت. تمام، تعالى نكمل ونشوف باقي التاكيدات برضو بتاعتنا بتقول ايه. طب حلو قوي ده. بص بقى، الصفقه دي الصفقه دي يا شباب، لو انا داخل الصفقه دي دلوقتي، لو انا داخل الصفقه دي والتاكيدات بتاعتها كلها اوكي جدا، يعني انا عندي الراش ويف من هنا، يعني البلاك دوت دي مش موجوده، لو البلاك دوت دي مش موجوده والراش ويف دي ازرق، على فكره اكمل في الصفقه دي بقلب جامد. طب اكمل فيها لامتى؟ هترسم البوكس ده حوالين ده هنا كده، كده كده البوكس بتاعك، وتلغي كل الكلام ده، وتعمل ايه؟ وترجع لربع ساعه تاني. بص كده هتلاقي، سيبنا من البوكس ده خلاص، هتلاقي نفسك انك اصلا لو كنت دخلت التريده كان زمانك عامل ايه؟ ما تفهمش بقى. اقعد انت. تمام. بص كده، لو انت داخل التريده يا شباب، انت كان عندك، هتبقى عندك الاريحيه الكبيره جدا والثقه الكبيره انك انت كنت هتكمل في التريده لعند الهدف الثالث كمان. يعني لو انت داخل صفقه زي دي كان عندك القوه والتاكيد اللي بيقول لك انك هتدخل في صفقه زي دي 300 بيبس او 320 بيبس وانت مطمئن. بس ليه انت النهارده يا شباب، كم مره هسالك سؤال، كم مره تدخل السوق وتجري منه؟ لان انت مش معاك كونفرميشن، مش معاك تاكيدات، انت مش فاهم ان فعلا السعر ده هيكمل ولا مش هيكمل، السعر هيرجع ولا مش هيرجع. كم مره تدخل السوق وتهرب منه بسبب الجزئيه دي؟ كتير صح؟ طيب عارف انا ليه كملت؟ عشان انا اللي خدت الكونفرميشن بتاعتي كلها، عرفت ان والله فعليا ان السعر في المكان ده كده، أو عنده اريحيه انه لازم يوصل للمكان ده هنا. تمام؟ فخدت مين؟ خدت الهدف بتاعي. بس السؤال دلوقتي، هل اخد الهدف الثالث ده بالظبط ولا اعمل ايه؟ السؤال المهم ده بقى، هل اخد الهدف الثالث ده بالظبط ولا اعمل ايه؟ قولوا لي يا شباب. لا، طب ليه لا يا خالد؟ بالظبط يا عصام. بالظبط يا ايه، اخلي الهدف بدايه البوكس. اوكي. بالظبط يا خالد، اخلي الهدف بدايه البوكس. ممكن داخل البوكس على فكره، يعني انت ممكن اكمل مع الهدف لنهايه البوكس. بس انت السؤال دلوقتي يا استاذ انيس، يعني انا نازل دلوقتي 300 بيبس مثلا او 300 بيبس تقريبا، 300 بالظبط. يعني خلاص ما جاتش على 20 30 الزياده يعني، ما خلاص ننزل. يعني انا لو داخل الصفقه دي دلوقتي ب 1 لوت او بالدولار قصدي، زمان نازل 300 دولار، مش الا دي. تمام. تعالى نشوف.
البرنس اللي قاعد مريح شويه في المنطقه اللي هو فيها دي، معلوش تريدات اصلا. تمام. هنا لو انا اصلا برضو التريده زي كده، طالما انا مقابلني البوكس ده امتداد، خد بالك هو الفكره ان البوكس مثلا مش ممتد من هنا، ما خلاص لا يا شباب انت بتمد البوكس ليه؟ لان انت محتاج يكسر القاع اللي هنا دي عشان بيدي لك احتماليه ان حصلت شوك للسعر وبدا يتحرك وينزل تحت. دي كده التاكيدات اللي انت لو انت اعتمدت عليها هتلاقي الموضوع بالنسبه لك، خليني اقولها لك صريحه. لا ده كده كده دي يا استاذ خالد، احنا محتاجين واحد بقى يمسك الاجهزه بتاعت كل واحد فينا ويشتغل هو. لان هنا الفكره في حاجه يا جماعه شباب، برضه انا عايز اوصل لكم جزئيه. كل التاكيدات اللي انت شفتها دي، كل من واحده منهم هي استراتيجيه لوحدها. شباب انت مش قادر تستوعب ان الولف بريك، ان الولف بوكس هو استراتيجيه، الولف ايديا استراتيجيه، ال الولف بتاع ده الولف بريك برضه استراتيجيه. يعني الولف بريك استراتيجيه، الولف ايديا استراتيجيه، الشو ولف بريك الشو الولف بوكس استراتيجيه، الجراي بوكس استراتيجيه، البلاك دوت مع الدوت مع الريد والبلو دوت استراتيجيه، الكسر مثلا الاسهم دي استراتيجيه. كل الكلام ده على فكره استراتيجيه لوحده، بس هي بتتناسب حسب كل شخص. انا عملت لك ميكس جميل عزيز لذيذ، ايه هو؟ ان والله لما ابدا اشوف الكلام ده كله كده، انا لا مش هدخل التريده. امتى ادخل تريده وبقلب جامد؟ لما ادخل تريده ويكون المجال بالنسبه لها واسع بالشكل ده. ايه اللي هيحصل؟ احنا شفنا امثله مع بعض دلوقتي، ان احنا لما طبقنا كل الكونفرميشن رحمتنا من مرحله مكان الكونسوليديشن كان قاعد فيه يومين تقريبا، رحمتنا من الصباط عمال بتتضرب، رحمتنا من ارتداد عمال ياخد وقت طويل جدا 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 وعمال بيرجع. تمام. لذلك انا لا، دي تريده انا مش هدخلها. اوكي، انا لما يكون توتال كونفرميشن عندي انا اقدر ادخل التريد. طيب ليه انت شايف النهارده الموضوع تقيل عليك شويه؟ لانك انت محتاج ترجع للسيشنز اللي فاتت تاني، ترجع تشوفها وترجع تطبق عليها كل سيشن لوحدها. في الوقت ده انت فعلا هتقدر تشوف ان الموضوع بالنسبه لك تمام جدا. اوكي، هتقدر تشوف ان الموضوع لا والله الموضوع حلو وانا فاهم ده. لكن انت عشان لسه داخل دلوقتي، فكل الكونفرميشن كلها داخله في بعضها، لكن كل كونفرميشن من دي اتعمل لها سيشن لوحدها. يعني القمه والقاع اتعمل لها سيشن لوحدها، الولف بريك اتعمل له سيشن لوحدها، الولف ايد اتعمل سيشن لوحدها، البلان اللي تقدر تمشي عليها ازاي في البدايه اتعمل لها سيشن لوحدها، اتعمل سيشن للتاكيدات الولف رش العاديه اصلا اتعمل لها سيشن لوحدها. لذلك انت النهارده لما تيجي حتى تدخل هتلاقي النهارده هو اليوم السادس بتاعك، يعني ده سادس يوم. طيب فانت داخل في السادس في 5 ايام واعيين بس من الموضوع. مين ده يا هادي؟ ده مش عبد الرحمن ده؟ صح؟ ده عبده. يا شباب عاملين ايه؟ خليهم هم يركزوا في التريدات في الشرح ويشرحوا لك ما يروح، وانت ركز في السواقه. اوكي يا شباب، ده كده تقريبا معظم التاكيدات او الحاجات اللي انا كنت حابب اتكلم معاكم فيها. خلينا بكره ان شاء الله هنعمل حاجه حلوه جدا 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 مع بعض بكره. هنعمل مع بعض بكره ان شاء الله لايف تريدنج. اللايف تريدنج ده هيكون بيعملوا لا، اللايف تريدنج اساسا هيكون معتمد على احمد حسين، هو اللي هيكون معاكم في اللايف وهيبدا يكون شغال معاكم، وانا برضو هكون شغال معاكم هو هيكون شغال معاكم باستراتيجيه ثانيه، وانا هكون شغال معاكم هو هيكون شغال معاكم اس ام سي، وانا هكون شغال معاكم الولف رش، ونطبق عليها وتبدا انت تعمل، انت اللي تعمل شير وانت اللي تشرح وانت اللي تقول وانت اللي تعمل كل حاجه. ده كده تقريبا كل حاجه يعني، غالبا يعني. عايز اجرب حاجه ثانيه واحده.
في حاجه كده انت ممكن تاخد منها تاكيد زياده يا شباب اهي. يعني دي اضافه، حاجه اضافه زياده ليك انت، جرب كل الكلام ده. اوكي. بص كده يا شباب، ده انديكيتور اسمه ماتشنج انديكيتور. بتيجي في كلمه انديكيتورز هنا وتكتب ام اي، ام اي تي ماتشنج انديكيتور. تمام. بتيجي هنا على الانديكيتور ده، هو ايه قصه الانديكيتور ده يا شباب؟ بص ركز معايا هنا. ده الخمس دقائق. اوكي. ده فريم الخمس دقائق يا شباب. تمام. ده فريم ربع ساعه. ده فريم الساعه. قصدي النص ساعه. تمام. ده الساعه. ده الاربع ساعات يا شباب. طب بيعمل ايه الانديكيتور ده؟ ده بيدي لك اتجاه العام للماركت. يعني هنا هو بيقول لك ايه، ركز بقى معايا كده. هنا في المكان ده كده، الجزئيه دي هنا يا شباب، هو بيقول لك ان السعر على تايم فريم من الخمس دقائق صاعد طالما ازرق، على الربع ساعه هابط، على النص ساعه صاعد، على الربع ساعه، على الساعه هابط، على الاربع ساعات صاعد. تمام. ده بيجيب لك الشكل ده كده، فانت بتكون عارف منه ازاي الحركه بتاعت السعر كلها. اوكي. طيب انا استفيد من الكلام ده ازاي؟ بص كده، انا عندي تريد يا شباب. دي واحده من ضمن التأجيلات اللي ممكن تضيفها معاك مع التجربه. انا عارف شغله، بس ما جربتوش لسه. يعني ان انا اضيف الولف انديكيتور ما جربتوش، بس هي الفكره قلت اقول لكم عليها. طب هتعملوا ايه؟ دايما هاتوا على الدقيقه الاول. اوكي. ليه الدقيقه؟ هي اصلا تغيير الماركت والاتجاه اصلا بيبدا من عند الدقيقه يا شباب. الفريمات الصغيره هي اللي بتبدا اصلا في تاكيدات تغييرات اتجاه الماركت. فانا لما جيت هنا على الدقيقه لقيته ايه؟ لقيته اصلا كله صاعد. يعني هو على الدقيقه صاعد، والخمس دقائق هابط، والساعه نص ساعه صاعد، الربع ساعه هنا خمس دقائق صاعد، الربع ساعه هابط، نص ساعه صاعد، الساعه صاعد، الاربع ساعات صاعد. اذا برضو هنا بيقول لي ان الماركت صاعد اصلا. يعني بالاضافه كمان للتاكيدات اللي احنا حطيناها مع بعض اهو. يعني حتى بص كده، إيه اللي حصل هنا؟ حاطط لك فيك بريك اوت وبوكس ان في ريجكشن ممكن اصلا يحصل من عنده كمان، قبل حتى ما نروح لفكره الاربع ساعات. اوكي. دي حاجه كده بالنسبه لك تقدر تعتمد عليها. اللايف تريدنج هيكون الساعه كام؟ هبعت لكم على الجروب. طيب، عشان صلاه العشاء، في اي حد عنده اي سؤال؟ حد عنده اي سؤال قبل ما امشي؟ السيشن اهو هتلاقيها على اليوتيوب. في حد عنده اي سؤال؟ في حاجه مش واضحه؟ عايزين مني حاجه قبل ما امشي؟ طيب شكرا ليكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.